السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الجاتو ده؟ اقتصادي جدا وطعمه رهيب. شايفين بقى جمال حته الجاتو الصغننه دي؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يلا بينا على الطريقه. في الخلاط كله انا ضفت كوبايه حليب ونص كوبايه سكر. هضيف نص كوبايه زيت ذره، الزيت بيدي طعم حلو قوي للكيكه، وتلت كوبايه كاكاو، وشغلت الخلاط. ده الصوص بقى الشوكولاته الاقتصادي، وبنعمه جدا السكر والزيت والكاكاو والحليب. بعد ما ضربتهم في الخلاط بشيل نص كوبايه على جنب. ايه رايكم بقى في قوام الصوص التقيل ده؟ عشان احطها فوق الكيكه لما تستوي. كده بقى بركنها على جنب. في الخلاط برضو نفس الخلاط بضيف بيضه، وبضيف فانيليا سايله، وبضيف معلقه صغيره خل، ومعلقتين زبادي. الزبادي دي بتدي تروه حلوه قوي للكيكه. وبشغل الخلاط كده واضرب في الخلاط كده لحد ما المكونات تندمج مع بعضيها. بنخل كوبايه ونص من الدقيق. النخل دي بيدي تروه للكيكه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وذره ملح. وبنخل بقى المكونات دي مع بعض كده. بضيف بقى خليط الكاكاو والحليب والزيت على الدقيق، وبقلبه كده بالمضرب اليدوي. بقلب بقى لحد المكونات دي كلها تندمج مع بعض كده، ويكون قوام الكيكه تقيل وناعم كده. كده بقى الكيكه جاهزه وقوامها مظبوط. واجيب بقى الصينيه عرض 20 في الطول 26، بدهنها بالزيت مقاس صغير. بحط بقى الكيكه كده، بفضيها في القالب. شايفين قوام العجينه مظبوط ازاي وتقيل. بساوي بقى الكيكه في الصينيه كده. بقى سويت الكيكه وبهبتها برضو هبدتين كده على الرخام عشان تطلع الهواء منها. واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. احطها في الرف الوسطاني تاخد ربع ساعه. اول ما بتطلع بقى شايفين بقى الجمال، مستويه ومظبوطه. بخرمها بخله خشب. بعد ما بخرمها بقطعها بالسكينه كده لقطع مكعبات، عشان الصوص لما بينزل عليها تخش كل الصوص في الكيكه. بقطعها كده مكعبات والتقطيع اللي انت عايزاه. انا قطعتها مكعبات كده. شايفين بقى كيكه جميله زي بيضه واحده. بضيف بقى الصوص الشوكولاته اللي انا كنت شايله نص الكوبايه منه. ايه رايكم بقى في الصوص الجميل ده؟ صوص الشوكولاته اقتصادي جدا وطعمه جميل جدا. شايفين اللمعه بتاعت الصوص الشوكولاته؟ وبساوي بقى الكيكه بالصوص الشوكولاته كده. بعد بقى ما سويت الصوص الشوكولاته على الكيكه ببتدي بقى اقطعها. عايزه تاكليها كده قطعه جاتوه اقتصاديه، تاكليها. عايز تاكليها كده براحتك كليها. شايفين بقى جمال الكيكه مع الصوص؟ جميله جدا وطعمها رائع. ده بقى شكلها بعد ما قطعتها. ايه رايكم بقى في الكيكه دي؟ اقتصاديه جدا. انا زينتها بشوكولاته شيبسي، والتزيين ده حسب رغبتك المتاح عندك. انا عندي شوكولاته شيبسي زينتها بيها التزيين اللي انت عايزاه. شايفين بقى شكلها بعد ما زينتها؟ اتمنى حبايبي تجربوها بنفس الطريقه ونفس المقادير، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. لو اول مره تشوفوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم وتشاهدوا الفيديو للاخر. وده بقى الشكل النهائي لحته الجاتوه الصغيره دي. وبألف هنا عليكم يا حبايبي.